طيب بما انك سايب مذاكرتك وسايب اللي وراك وشفتني دلوقتي، فتعالى اقولك كده تعمل ايه عشان تذاكر احسن وعشان تحصل بشكل افضل، وخصوصا الفترة اللي قبل الامتحانات، لان الطبيعي ان احنا كلنا بنحب زنقة الكلاب. يعني متلازمة زنقة الكلاب دي اللي هو ايه، ان انت تقعد طول السنة وطول الوقت عمال عايش حياتك، وتيجي فجأة كده انا عايز الم المنهج ليلة الامتحان. فتعال اقولك بقى ازاي يعني تعالج زنقة الكلاب دي، وازاي تلم فعلا المنهج قبل الامتحان. اول حاجة كده عايز اقولها لك، وهي ان تصرفاتك في اليوم كله واللايف ستايل بتاعك هيأثر في الموضوع ده. لو انت اللايف ستايل بتاعك مش احسن حاجة فحسنه، لان ده هيأثر على المذاكرة بتاعتك. اللايف ستايل ده بقى نوم، اكل، حركة، استخدامك للموبايل او للتكنولوجيا عموما، كل دي حاجات هنتكلم فيها كمان شوية. بس يعني اللي عايز اقوله لك ان كل حاجة في حياتك بتأثر في المذاكرة، هي من الاخر كده كلها مرتبطة ببعض. يعني انت لو مش نايم كويس، مش واكل كويس او واكل زيادة، كل دي حاجات هتأثر على مذاكرتك. فأول حاجة إن أنت تعدل اللايف ستايل بتاعك وتعدل شكل يومك، بحيث إن أنت تكون مركز وفايق وعارف فعلا تذاكر. خلينا نتكلم بقى في تاني حاجة، وهي الأكل. عايزك في الفترة اللي أنت بتذاكر فيها أو الفترة اللي أنت زانق نفسك فيها ما تاكلش كتير. يعني من الآخر كده كل اللي يقومك على رجلك، وما تاكلش نشويات كتير. هتقولي ليه؟ اولا كده انت لما تاكل كتير، تاكل اكله تقيله كده حلوه، هتلاقي نفسك يعني انت بعديها عايز تنام. الاكل الدسم بقى والحاجات دي، انت اساسا الدم اللي في جسمك كله راح للمعده عشان يهضم الاكل اللي انت اكلته، فبعديها انت هتلاقي نفسك مش مركز وعايز تنام. طبعا انت متخيل وجبه ممكن تضيع من يومك 6 ساعات، شكرا، اللي هو اليوم ضاع اصلا. ففتره الامتحانات او في فتره ما انت زانق نفسك وبتذاكر، قلل الاكل وقلل الدسم والنشويات والكلام ده في الاكل. اهتم بالبروتين والخضار والفاكهه والكلام ده، وسيبك بقى من اي حاجه تانية. خلص الزنقه وبعدين كل زي ما انت عايز، بس في الفتره دي كل قليل، وكل الحاجه اللي توقفك على رجلك، والحاجه اللي هي خفيفه تخليك مش تقلان، تخليك مش عايز تنام بعد ما تاكل. تالت نقطه وهي النوم. والنوم هنا انا ما اقصدش ان انت تنام كتير او قليل. النوم عايز اقولك ان هو اهم من المذاكره. النوم كجودة نوم. يعني ايه بقى جودة نوم؟ فكرة ان انت تقعد طول الليل سهران وتيجي تنام الصبح، الكلام ده هيأثر على جودة نومك وهيأثر على دماغك اصلا. يعني عايز اقولك ان فكرة ان انت بقى تستنى بالليل عشان الهدوء والكلام اللطيف ده، شيل الموضوع ده من دماغك. لا، انت نام بدري واصحى بدري. طيب انت ليه تنام بدري وتصحى بدري؟ عشان تبرمج دماغك ان الفترة دي يكون مركز فيها. يعني انت مثلا متعود تنام على الساعة 4-5 الفجر، لان انت بتقعد تذاكر بقى، يعني انت قاعد بقى سهران بتذاكر، بتنام 4-5 الفجر، فتصحى على الظهر. الفترة دي انت دماغك متعودة ان هي بتنام فيها، فبالتالي هو مش هيبقى متعود انه يركز في الوقت ده. طيب انت جيت بقى امتحانك، خلاص انت رايح الامتحان، انت رايح الامتحان في الوقت اللي دماغك متعود ينام فيه، فهتلاقي دماغك اساسا مش مركزة، وانت حاسس انك مش مرتاح، انت مش عارف اصلا تفكر. وعايز اقولك ان الصحيان بدري هو بيضرب لك اليوم بتاعك في 3 و4. يعني انت اصلا هتزهق من كتر ما انت معاك وقت. والموضوع ده طبقه على كل حاجة في حياتك، شغل بقى، مذاكرة، تمرين، ايا كان. انك تصحى بدري ده احسن لدماغك واحسن لتركيزك. ده غير ان جودة النوم بتفرق في النوم بالليل. عشان تعلي جودة نومك انت المفروض تقطع الكافيين، بيبسي بقى، شاي، قهوة، اي حاجة من الحاجات دي قبل ميعاد نومك بحوالي 7 ساعات. الكافيين بيقعد في جسمك تقريبا 10 ساعات، من 7 ل10 ساعات، وفي دراسات بتقول ان هو بيقعد لحد 12 ساعة. بس قوة تأثيره بتنتهي بعد من 6 ل7 ساعات. طبعا دي بتفرق من حد للتاني. فاقطع الكافيين، ما تشربش اي قهوه بقى، بيبسي، الكلام ده ما تشربوش قبل ميعاد نومك ب6 ساعات. يعني تيجي عليك الساعه 5 كده ما تشربش اي حاجه من الحاجات دي. طيب انت عايز تشرب حاجه، اشرب بقى قهوه دي كيف، تقدر تجيب نسكافيه دي كيف، تقدر تجيب اي مشروبات تانية ما يكونش فيها كافيين. دي حاجه التانية انك لما تيجي تنام اتاكد ان الدنيا ضلمه، بمعنى كلمه ضلمه اللي هو انت مش شايف اي حاجه. ده هيعلي من جوده نومك. الحاجه التالتة عشان تعلي جوده نومك برضو، ان انت ما تاكلش قبل ما تنام. ما تاكلش قبل ما تنام بساعتين. هتقولي طب يا عم احمد انا نمت وصحيت الفجر، يعني انت مثلا نمت الساعه 10 ولا حاجه وصحيت على الساعه 4-5 وبدات يومك، هيجي عليك الظهر هتحس ان انت خلاص تعبان. في حاجه اسمها باور ناب. باور ناب دي اللي هو انت بتاخد لك تلت ساعه كده قيلوله صغيره، وما تسرحش وما تسيبش نفسك للنوم. يعني انت من 20 ل 30 دقيقه هتريح كده جسمك شويه، برضو في ضلمه وهدوء، تريح جسمك شويه، تاخد لك كده يعني غفوه سريعه وتقوم. هتقوم فايق على فكره، ومش محتاج ولا بقى شاي ولا قهوه ولا الكلام ده.
بس ما يمنعش ان انت تشرب برضو شاي وقهوة والحاجات دي، بس زي ما قلنا من شوية هتقطعها على الساعة 5 عشان يكون تقريبا بين النوم وبين اخر كوباية قهوة او اخر كافيين دخل جسمك حوالي 6 ساعات. رابع حاجة وهي ان انت تبعد عنك اي مشتتات. طيب انت مثلا بتذاكر على اللابتوب او بتذاكر على الايباد، فامسح تطبيقات السوشيال ميديا اللي موجودة على الجهاز بتاعك. يعني انت الجهاز اللي بتستخدمه في المذاكرة شيل من عليه اي حاجة تانية، العاب بقى، فيس، واتس، اي حاجة من الحاجات دي امسحها تماما. هتقولي طب انا بذاكر على الموبايل، هقولك انت بتهزر، مفيش حاجه اسمها مذاكره على الموبايل. لو عندك لابتوب، عندك ايباد، عندك اي حاجه من الحاجات دي، انقل البي دي اف او الشغل اللي انت هتقعد تذاكره على الجهاز ده. طب انت ما عندكش اي حاجه، روح اطبع الورق ده وابعد عنك الاختراع اللي ملوش لازمه ده. ابعد عنك الموبايل، روح بقى اديه لاي حد، والدك، والدتك، اخوك، اختك، اي حد، وخليه يعني ما يديهولكش غير لما تخلص. عشان من الاخر كده مفيش حاجه اسمها مذاكره على الموبايل. انت مسكت الموبايل خلاص، انت حد هيبعت لك رساله، هتفتح اي حاجه، فمفيش حاجه اسمها مذاكره على الموبايل. انقل الشغل بتاعك او المذاكره بتاعتك على الايباد، على اللابتوب، على اي جهاز مفهوش اصلا سوشيال ميديا، مفهوش ان انت تفتح حاجه، ما عندكش كل ده، روح اطبعه على ورق. وعايز اقول لك ان المذاكره على الورق ممتعه اكتر بكتير من ان انت تذاكر على شاشه او على موبايل والكلام ده، فاطبع على ورق احسن. وده هياخدنا للنقطه اللي وراه، وهي استخدم تقنيه البومودورو. بومودورو دي اللي هو انت بتظبط 25 دقيقة تقعد تذاكر، 5 دقايق راحة، قصاد كل 25 دقيقة 5 دقايق راحة، 25 دقيقة 5 دقايق راحة. تخيل انت بقى لو ماشي بالنظام ده، 25 دقيقة راحة 25 دقيقة راحة، هتلاقي نفسك انجزت بعد فترة وقعدت تذاكر كتير، وفي نفس الوقت انت مركز ومش حاسس انك تعبان، ومش هتحس اصلا بالارهاق بتاع المذاكرة. فاستخدم تقنية البومودورو، ولو عايز تعرف اكتر عنها شوف الفيديو ده، الفيديو اللي هيظهر قدامك ده مهم جدا، انصحك جدا تروح تشوفه. والنقطة اللي بعد كده، اهتم بالراحة، اهتم بان انت تاخد بريك، واهتم ان انت تفصل. دي ليها علاقة بالنقطة اللي فاتت، وهي ان انت ما تقعدش تذاكر بقى 4 5 6 ساعات ورا بعض، لان فعليا دماغك مش هيستوعب غير اول 45 دقيقة، اول ساعة بالكتير، لو انت يعني حد يعني فايق ومركز والدنيا معاه تمام. فما تقعدش بقى 4 5 6 ساعات والكلام الغريب اللي بيحصل ده. عايز اقولك انت في الخمس 6 ساعات دول مش هتحصل زي ما هتحصل لما تقعد 25 دقيقة وبعدين تاخد راحة، و25 دقيقة وتاخد راحة، تلاقي نفسك في النهاية برضو قعدت ال5 ساعات بتوعك، بس ال5 ساعات كلهم تركيز. بينما انت لو قعدتهم متواصل فعلا انت مش هتحصل غير ساعة من ال5 ساعات. فاهتم بالراحة، الموضوع مهم، مش فكرة ان انا مش لاقي وقت، انا مزنوق، انا مش عارف ايه، لا، ال5 دقايق دول مش هما اللي يعني خلاص هيخلوك تنجح يعني. فانت كده كده هتنجح، بس يعني انا بقول لك ال5 دقايق دول مش هما اللي هيخلوك يعني تجيب تقدير او تجيب مجموع. والحاجة الأخيرة اللي عايز أقولها لك إن يعني أنت كده كده أيا كان أنت بتعمل إيه، فأنت رزقك موجود، وأيا كان بقى أنت في كلية إيه، تخصصك إيه، أيا كانت الحاجة اللي أنت بتدرسها، فكده كده أنت تقدر تنجح في أي حاجة. فيعني ما تحطش الموضوع على أعصابك، وما تديش الموضوع أكبر من حجمه، وخلي بالك ده اللي هيخليك توصل للي انت عايزه، ان انت تاخد الموضوع كده بهدوء، ويعني ايه، وانت مركز وهادي، ده هيكون افضل بكتير من ان انت تبقى حاطط الموضوع على اعصابك، انك في الاخر هتاخد رزقك، يعني انت في الاخر هتاخد اللي ربنا كتبه لك، بس ده مش معناه ان انت ايه تقعد مأنتخ طول السنه. فاتمنى يكون الفيديو فادك باي حاجه، اتمنى ان انت تقفل الفيديو ده وتروح تذاكر، بس روح شوف الفيديو بتاع البومودورو اللي هو اللي هيظهر قدامك دلوقتي ده، شوفه الاول وبعدين روح ذاكر. ما تنساش بقى قبل ما تقفل انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام. روح ذاكر، انا شايفك، روح ذاكر.